السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم ان شاء الله بالصحه وبالسلامه وبكل ما كتمناو. اليوم جيت لكم بفيديو جديد باول مائده رمضانيه لهذه السنه، سنه 2017. غادي نشارك معكم التحضيرات اللي غادي نحضر اليوم لوجبه الافطار. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نبداو بواحد لي سيغار اللي كيجيو غزالين بزاف وسهلين، ما كياخذوش لكم وقت طويل نهائيا في تحضيرهم. عندي 5 حبات من البطاطس حجم متوسط. غادي نقوم الان بتقطيعهم الى مكعبات ونوضعهم يتسلقوا. وعندي هنايا كميه من السبانخ، هنا هذه السبانخ الصغيره او بيبي سبينيتش، تقدروا تستعملوا فقط السبانخ العاديه. وعندي واحد الكميه من جبن الفيتا تشيز، تستعملوا اي جبن عندكم، ماشي ضروري تستعملوا هذا، المهم يكون شويه كريمي مثلا بحال الجبلي، شي حاجه متقاربه. وعندي هنا ورقه الفيلو بيستري هو اللي غادي نستعمل. اثناء غادي نقوم بتحضير حساء اللي كتجي من ألذ ما يكون، كتجي روعه في المذاق. ومكوناتها عندي هنا واحد 3 حبات من القرع الاخضر او الكورجيت، وعندي كذلك واحد الكميه من القمرون. فدائما الكميه تبقى على حسب الرغبه، سواء تدوبلوا المقادير او ديروا اقل، المهم اللي متوفر عندكم. غادي نوضع القليل من الملح وغنوضعها مباشره فوق النار. الان بعد ما صبحت البطاطس جاهزه وصفيتها من الماء، غادي نمعكها غير شوي، يعني نحاول نخلي يعني ما غاديش تكون يعني بيوري، غير شويه هكا. بعد القطع بيوري، بعد القطع غادي نخليهم. غادي نضيف عليها السبانخ بعد ما نظفتهم وجففتهم. كذلك غادي نضيف كميه من الجبن، وغادي نمزج جيدا هاد العناصر مع بعض. الان بعد ما وضعت جميع العناصر، وبالنسبه لواحد النقطه، يعني الجبن نحاولوا نتركوا هكذا بعد الطريفات هكذا باينين، ماشي ندوبوه يعني. وكذلك بالنسبه للسبانخ فانا تركتها غير هكذا لانه هي دي اصلا سبانخ صغيره، ولما غادي نوضع الفرن يعني غادي تذوب، ما غاديش تبقى بهذا الحجم هكذا. وما طهيتهاش لانه كذلك كطيب بسرعه، ما محتاجش انني نطيبها مثلا في المقلاة عاد نوضعها هنا، غير هكذا مباشره كتبقى محافظه على ديك الطراوه ديالها وما كتبقاش باينه كيف ما ذكرت. وراني ضفت القليل من الفلفل الاسود وضفت القليل من الملح، لان هذا الجبن اللي انا استعملت هذا الفيتا تشيز هي فيها نسبه قليله من الملح، دائما الكميه تبقى على حسب الذوق. الان بعد ما اصبح القمرون جاهز، احتفظت بنفس الماء اللي سلقته فيه في الاول، وضعت الان القرع الاخضر وغادي نتركه كذلك على النار ونتركوه يتسلق. الان غادي نبدا نحضر لي سيغار. هنايا وضعت القليل من الزيت اللي غادي ندهن به الفيلو. وهنا بالنسبه لهذا الفيلو انا قسمته على نصف، كما كنعرفوا انه كيقصح بسرعه، فلازم نغطيه جيدا. ناخذ يعني ورقتين في كل سيغار، كنجمع الجوانب في الاول صافي، وكنبدا نبرم وندهن في نفس الوقت، بحيث انا غادي نوضعهم بحيث انا غادي نوضعهم في الفرن. فاذا ما دهنتهمش جيدا غادي يجيو ناشفين. بالنسبه انا كنسد الورقه غير هكذا، نتوما يمكن لكم تسدوها بالدقيق مع الماء او بالبيض، انا غير هكذا كنكتفي يعني ما كيتفتحوش ليا صافي. وغادي نبقى مستمره وكيجي هذا هو الحجم ديالهم والشكل ديالهم. نسرع العمليه، فدائما كنفضل هذه الطريقه هذه، خصوصا هكذا مع كناخذ الحاجه باليدين ديالنا. بعض الحشوات مثلا كنبغيو تكون العجين او اي حاجه من الفوق تبقى يعني بيضاء، فهمتوني شنو بغيت نقصد. فهاد الطريقه كتبقى ما تبقاوش كل مره خصكم تمسحوا يديكم او خاصكم ترجعوا ثاني من جديد تعاودوا، كديروا في مره واحده. هذه فقط طريقتي بين قوسين.
الان غادي نقوم بتحضير بريوات بسمك القمرون. خديت هنايا تقريبا 250 غرام من القمرون. عندي باقه من البقدونس. عندي هذا الزيتون هذا اللي كيجي لذيذ هكا في الحشوات، فيه هكا فلفل من الداخل، غادي نقطعو الى قطع شويه صغر من هكا. عندي قطعه من الحامض المرقد او الحامض المصير او المصبر اللي انا سبق لي وشاركته معكم. الا حابين تشوفوني كيفاش كنقوم بتصبير هذا الحامض غادي نوضع لكم الرابط اسفل في صندوق الوصف. كميه من الشعريه الصينيه بعد ما وضعتها في ماء، بعد ما تغلى وضعتها فيه وتركتها لغايه ما اصبحت جاهزه، وقمت بتقطيعها الى قطع صغيره. الان وضعت القليل من زيت الزيتون، غادي نضيف عليه قمرون، وغادي نضيف عليه ثوم مباشره. ضفت عليه البقدونس، قليل من الفلفل الاحمر، قليل من الكمون. صافي مباشره نضيفوا الزيتون غير باش يدخلوا العناصر جيدا مع بعض فوق النار، يعني كتعطى واحد اللذه اكثر. يعني في المجموع هادشي كله تكون مده ديال 10 دقائق. صافي الان بعد ما نزلت كلشي فوق النار غادي نضيف زيت الزيتون، الحامض المرقد، قطرات من الليمون، يمكن لكم تستعملوا الخل الابيض، القليل من الفلفل الحار، يعني كيبقى اختياري غير باش كيعطيكم يعني واحد اللذه في البريوات ديالكم. واخر حاجه غنضيف هاد البهارات اللي انا كيعجبوني هكذا كيجيو رائعين في حشوه، في الدجاج، في اللحوم. هذه نيت واحد الخلطه مغربيه، فغادي نضيف منها القليل، هذه كتبقى اكسترا. يعني ضفت كذلك القليل من صلصه الصوجا. فانا عند بالي راه تنصور لكم ديجا حضرت جوج مهم. كان خديت هكذا ورقتين من الفيلو كندهنهم بالزيت بحال في الاول. هو المشكل ديال هذا الفيلو لما كندهنوه مثلا بالزبده في الاول كيصبح من الصعب جدا لانه كيقصح مع الزبده كتبرد وكيولي صلب وكتولي صعوبه باش نتنيوه. لكن انا كندير واحد الطريقه، كنديرو هكا بالزيت في الاول، ولما غادي نوضع هادشي في الفرن قبل ما كنوضعهم في الفرن عاد كندهن بالزبده من الفوق باش كيعطيهم واحد اللون ذهبي، وكذلك كيجيو مقرمشين اكثر. صافي بالنسبه للناس اللي مثلا المبتدئات اللي ما كيعرفوش كيفاش يلفوا البريوات، فانا كناخذ هكا هذا القنت وكناخذ القنت الاخر وكنتني كنجمع بيدي في نفس الوقت الحشوه باش ما تخرجش، نجمع هكا وكنعاود نمشي للجهه الاخرى، كنعاود ثاني نمشي للجهه الاخرى، دهنوا شويه وكنعاود كنقمص مره، وفي الاخير كنجمعها كنحصلوا هكذا على بريوه. الحسن في الطحان الكهربائي هذا يعني الحجم ديالو صغير، وضعت فقط نصف الكميه الماء والقرع والقمرون وغادي نطحنهم جيدا. الان بعد ما كتولي بهذا الشكل، المهم كيبقى على حسابكم، انا كنفضل انها ما تكونش خفيفه وما تكونش في نفس الوقت ثقيله. صافي غنضيف عليها الان قليل من الفلفل الاسود. اخر حاجه غادي نضيفها هي قليل من القشطه الطريه، كتعطيها واحد المذاق صراحه روعه. مكتروش بزاف، يعني الناس اللي مثلا ما يحبوش يضيفوا القشطه يوضعوا غير كميه قليله، لكن راها كتعطي واحد المذاق رائع للحساء اكثر. هاد القشطه القشده اللي خفيفه اللي كتستعمل في الاكل خليها تغلى شويه، وغادي نضيف القليل من الملح كذلك. الان انا هنايا كنعجن المسمن اللي سبق لي حضرته معكم مرات عديده، اللي ضروري واكيد يكون عندنا حنا في طاوله الافطار كيف ما سبق لي وذكرتها لكم، بحيث الزوج ديالي كيبغيه يكون دائما. فكنحضر دائما غير كميه قليله، ما كتاخذ ليش وقت طويل، كل مره هكا يعني بسرعه. اذا حابين الطريقه والتفاصيل غادي نوضع لكم الرابط اسفل في صندوق الوصف لمشاهده الفيديو.
الان بعد ما صبح كل شيء جاهز، هادو بريوات حضرتهم كذلك الان. بريوات ديال اللوز كنت طيبت منهم من قبل، وكانت بقات ليا يعني العقده، استعملتها اليوم في البقيه اللي تبقات لي من ورقه الفيلو، وتبقى لي هاد الكميه هذه الان من عقده اللوز، فوضعتها في الثلاجه لغايه ما نشتري مره ثانيه الفيلو، وديك الساعه نكمل البقيه. فيها هما البريوات لي سيجار المسمنه هو صبح واجد. دابا غادي نشعل الفرن حالا وغادي نوضع هذا الشيء باش يطيب. وقبل ما غادي ندخلهم غادي ندهنهم بقليل من الزبده من الفوق. بالنسبه لهاد لي سيجار راه يمكن لكم تقليوهم في الزيت الا ما بغيتوش توضعوهم في الفرن، كيبقى على حسب اختياركم. الان غادي نحضر عصير منعش ورائع، عصير اللي على حساب الموسم ديالنا حنايا. كاين عندنا هاد الفيجوا، صراحه ما عرفتش الاسم ديالو، زوين بزاف، هو بحال شكل الكيوي وانا كيعجبني بزاف. وعندي كذلك هاد الفاكهه اللي كذلك ما عرفتش الاسم ديالها باللغه العربيه، دي كذلك رائع في العصير. وغادي نضيف معاهم حبتين من الموز. الان غادي ناخذ عصير الليمون وغادي نضيف عليه هاد البقيه. كتشاهدوا هاد الفيجوا كتكون بحال هكا من الوسط. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. ها هي مائدة الإفطار حد جاهزة. كيف كتشاهدوا هذه الطريقة اللي قدمت بها الطاولة. وضعت هنايا بعد هاد الصحون هكا، هادو اللي كنت شاركت معكم، وضعت تحت منهم صحن اكبر شويه باش هكا نوضعوا فيه الاكل اللي غادي نتناولوه. وهذا مسمن دهنته شي شويه بالعسل والزبده. وهادو البريوات اللي جاو رائعين وجاو لذات كذلك في المذاق. وهنايا وضعت البيض، وضعت هنا الملح مع الكمون والتمر، وضعتهم هكا في هاد لي بونبونيير اللي كيجيو كذلك رائعين في التقديم، يعني كتقدروا تستعملوهم لي بونبون كل واحد فاش كيستعملهم. فانا يعجبني هكذا نوضع فيهم تمر. هادو البريوات اللي حضرت قبيله درتهم في العسل والحساء، وضعت فوق منها الجبن كتجي رائعه، يعني داب شي شويه داب الجبن، زيد لها واحد اللذه اكثر واكثر. وهادو لي سيجار هادو اللي وضعتهم في الزيت، هادو وضعتهم في الفرن. وهنايا عندي سلو اللي حضرته كذلك من قبل، المهم ما شاركتوش معكم لكن سبق لي شاركته معكم السنه الماضيه. قدمته كذلك بهذه الطريقه، كيجي المنظر ديالو جميل والشباكيه كذلك وضعتها فوق الطاوله. وهنايا وضعت هاد الصوص اللي حاب يعني يتناول هاد البريوات مع مريض هكذا تشيلي صوص كتجي لذيذه او صويا صوص. وضعت هنا القليل من الزيتون الاسود. وهنايا وضعت العصير، وفي القنينه الاخرى وضعت الحليب. وهادو الكؤوس ديال الشاي. وضعت الصينيه بحيث ما كاينش مساحه كبيره فين نوضع الصينيه، اكتفيت فقط بالكؤوس وغناخذ البراد. وهذه اللي بغاتي غادي نكبليه وصافي. هنا هاد الكؤوس اللي غادي نوضع فيهم العصير وبطبيعه الحال المناديل. وكنظن هاد الشيء اللي كاين. وكتكون هذه هي طاولتنا اليوم الثالث. حنا دابا غنفطروا اليوم الثالث. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتكونوا خديتوا هكذا افكار. فالحاجه كذلك اللي بغيت نذكر لكم هو اننا حنا كنفطروا على الساعه 5:10 الان، فكنفطروا بكري. لهذا فكندير غير هكذا الفطور بهذا الشكل، ومن بعد كنتناولوا في العشاء شي حاجه شي وجبه خفيفه من بعد، بحيث ما كنتناولوش وجبه افطار وعشاء مره واحده. كنقسموا هكذا بحيث ما كنفطروش بكري. والناس غيقولوا لي علاش كتفطروا في هذا الوقت فين ساكنه؟ غادي نقولها مره ثانيه، انا كنقطن في نيوزيلندا، لهذا توقيت يعني مختلف تماما على باقي الدول. هادشي اللي كاين. اذا حابين موائد اخرى في هذا الشهر فما عليكم الا تشجعوني وتوصلوا الفيديو الى عدد كبير من اللايكات. ان شاء الله ننزل لكم طاولات رمضانيه اخرى في
هذا الشهر. كذلك ما تنسوش تركوا تعليقاتكم وآراءكم أسفل الفيديو اللي أنا دائما في انتظارها، وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لكي تعم الفائدة، وتواصلوا معي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، سناب شات. كل المواقع غادي توجدوهم أسفل في صندوق الوصف. وما بقى لي إلا نقول لكم شكرا جزيلا على المشاهدة، وغادي نجلسوا دابا نفطروا، وإن شاء الله نضرب لكم موعد قريب في فيديو آخر. إلى اللقاء. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعم. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء